انت نحيف بتلبس ومفيش حاجه بتبان، كل الناس تقول لك خس كمان هتختفي. ركز معايا، الفيديو ده هيفتح لك باب جديد في حياتك. اول حاجه لازم تعرفها، جسمك مش ضعيف، جسمك محتاج وقود. الوقود ده هو اكل، تمرين، ونوم. ابدا بالاكل، ما ينفعش تاكل زي الطفل وتستنى جسمك يكبر. كل 5 وجبات في اليوم فيها بروتين زي البيض والتونه والفراخ واللحمه، ونشويات زي الرز والبطاطا، عيش بلدي. وحوش السكر بقى للحاجات الطبيعيه زي الفاكهه والعسل. التمرين 3 ايام في الاسبوع كفايه للبدايه، بس اتمرن صح، مش لازم جيم في الاول. التمرينات بجسمك كفايه زي الضغط، سكوات، بلانك، عقله، وبالتدريج هتحس ان جسمك بيتغير. النوم طبعا جسمك بيبني العضلات وانت نايم، فنام مش اقل من 7 ل 8 ساعات في اليوم. ما تسهرش وتاكل شيبسي وتقول لي مفيش فرق. اهم حاجه بقى الصبر زائد الالتزام هيساوي جسم نار. بعد شهرين الناس هتبدا تسال انت عملت ايه، بعد 6 شهور جسمك هيبقى اعلان ماشي على الارض. اما بقى بعد سنه انت مش نفس الشخص اصلا. مفيش حاجه اسمها انا كده وخلاص، في حاجه اسمها انا قررت ابدا دلوقتي وجسمك هيشكرك بعدين. نصيحه اخيره، لو عاوز جدول اكل وتمارين للمبتدئين سيب لي كومنت وانا هبعت لك الجدول. وما تنساش تعمل شير ولايك واشتراك، وصلوا على النبي في التعليقات. في رعايه الله، السلام عليكم.